السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، كندعوكم للمقارنة ما بين هذا النقل هذا من هذه البلاصة هذه مع هذا النقل هذا. المهم هذه جاتنا فرصة أننا ندير واحد المقارنة ما بين الصورة ديالنا الهاوية مع القناة الاحترافية. المهم علينا نرجعوا لأجواء المقابلة. شو الملعب كيفاش داير؟ تبارك الله ما شاء الله. واخا هو كاين واحد صعوبات في التقاط الصورة، حيت المكان المخصص للجماهير بعيد على رقعة الميدان. شو الزوم ملي كنزوميو، هذه هي الصورة اللي كتشوفها بالعين المجردة. تحية لهاد الناس اللي جاو رغم جميع العراقيل وعمروا المدرجات وساندوا الفريق المفضل ديالهم. هنا نظرة على المركب ديال مولاي عبد الله في الحلة ديالو الجديدة. حبذا ولو يكونوا الماتشات اللي يتلعبوا في الملعب الأولمبي، تكون الاضاءه ديال الملعب مولاي عبد الله تعطي واحد الجماليه للملعب والناس اللي متواجدين به. رجعوا لاجواء المقابله مع هذه اللقطه هذه اللي كان عليها الجدل، نعاودوها بالامكانيات ديالنا البسيطه ونشوفوا واش فيها احتماليه ديال ضربه جزاء ولا لا. كيف ما كتشوفوا هنا القانون شنو كيقول؟ اللي سبق الكره هو اللي عنده لافونتاج، واللي جا مؤخر يعني كيدير الخطا. الخطا هنا اللي ترتكب على المهاجم ديال الوداد راه باين وواضح. الكره كانت محل صراع ثنائي ما بين الحارس والمهاجم ديال الوداد. المهاجم ديال الوداد سبق الكره وضربها برجليه. كون شدها الحارس، يعني كون شد الكره ولا فلتات لي غادي تمشي للامام. الاتجاه ديال الكره في اتجاه نيت اللي كان مشى فيه المهاجم، وبالتالي تمت العرقله. الحكم ديال الساحه اعلن على ضربه جزاء، ولكن الناس ديال غرفه الفار عندهم راي اخر. بعد اعادات ومحاولات شافوها غير هما، قرروا يناديو على الحكم ديال الساحه ويلغيو هاد الضربه ديال الجزاء، يلغيوها ويامروا باستئناف اللاعب. وهادشي اللي غادي يرضخ ليه الحكم ديال الساحه، وغادي تستأنف اللاعب بإلغاء ضربة جزاء. كيبان لي انا انها كانت صحيحه لفريقنا الوداد الرياضي.